جبت الماي؟ رجعنا وياكم تخييم جديد. مثل ما قلت لكم بنونا رجعنا وياكم الساعة ب6 واليوم عشانه بالريف الألماني. يلا تعالوا يانا. توكلنا عليك يا الله. بسم الله. وهاي خيمتنا. طبعا الأجواء الريفية بالليل بداخل ألمانيا فشي خرافي وممتع جدا. طبعا هذا طلب بنونة، قالت لي أنا بالنسبة لي أحب نتعشى بالريف الألماني. يلا نكمل ياكم. بنونة خلي هاي الحديد هون. هندس يا بنونة بعد نروح هندس. هذا الدهن هذن سوالفنا مناه بس لا البيضات مكسورات وتعال يا عم شيني ان شاء الله. مكسورات شقل امي على البيضات يا بعد الروح. شقل لها مكسوره مكسوره البيضه. هاي واحده وهاي اثنين ما ماتوا وهاي ثلاثه. شوف ذن البيضات شويه بيها ايمن من البيض الثاني. هسه اغسلهن. ذن البيضات مال سوق شلون عندنا بالعراق وغير الدول. هذا البيض هناك بالعراق تدق الشمس 25 ساعه ويبيعونه. احنا دائما نجي ناخذ منين؟ ناخذ من هاي المزرعه بيض فريش من جديد الريف الالماني. يوم بيوم تبيض الدجاجه. بس اضطرينا قلت لهم اكو بيض جوا ايديكم؟ قالوا عم جوا ايدينا ماكو بيض، عندنا بالثلاجه. جبت ثلاثه وهاي الرابعه مكسوره. ويلي 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 طين الماي بنونه. وينه؟ جيبي لي اكو بطل بماي حتى غسل ايدي. يلا مو جعانه؟ لا طبعا جوعانه. ابويا ظلمه ودليل هلا يا بنونه يا ابويا. نشوف شلون صارت البيضه. البيضه اذا راحت استوت انسقيت. البيضه راحت هسه. هاي اول بيضه هاي شوفوها نجحت. اليوم عشانه مخلمه. اليوم عشانه مخلمه والمخلمه من ايد بعقال. اقعد نص الليل وقول انا جوعان واذقب للمطبخ ثقب. هسه شنو معدك؟ يلا بنيتي يلا. اذب الماي. عافيه ولك والله. شويه دجاجات عزيزه بابا. يلا ذبي هناك ذبي. مالك؟ نخليهن ذن على كتر هنا. نشوف البيضه. هسه نشوف شنو. دائما ابو عقال شو اقول لكم يابا احنا وياكم كل يوم. مو بس كل يوم، كل ساعه وكل دقيقه. احنا محتوانا شنو هو؟ محتوانا دائما من نطلع نسافر بغير مكان. محتوانا سفر وتخييم حتى نقدر نسولف على راحتنا. والتخييم دائما يريد وقت. محتوانا السفر التخييم واكل. اي والله. الاكل شلون؟ الاكل مثل غدانا. مثل اليوم ابو عقال ما تغدى قول. ايش قالت له بنونه؟ سوينا مخلمه. قالت ابو عقال اليوم رايده ما عندك مخلمه. صفنت اني مخلمه. قلت لها صار بعيني. قلت لها هسه قوم اسوي لك مخلمه. قالت لي لا دير بالك بنونه ذكيه ما تريد مخلمه هسه. قلت لها
واحنا مسوين تشريب بالبيت غدانا هالقاسم الله تشريب. وانا شنو قلت؟ ما اريد ان تشريب ولا اريد اللحم، اريد المخلمه. والله العظيم قلت له خلنا نقعد هنا وناكل هالقاسم الله. قالت لي قال انا راح اكل شويه هيك له روحي، بس بالليل اليوم ايد المخلمه وبالريف الالماني. اول شيء قالت بالغابه، بعدين ذكرت عندي متابعين طيبين قالوا ابو عقال نطلب معك طلب لا تخيم بالليل بالغابه لان خطره. بالريف اي صحيح خطرة. صحيح هسه هذا دائما دايرنا يعني شويه بيها خطوره، ما تعرف يجيك منها ذيب يجيك منها دوب لان بصفنا الغابات ما تعرف. احنا بعيدين عن هذا، بس الحمد لله اكو ضوء واكو نار. يقولون الدوب والحيوان الشرس يخاف من النار. نثرم البصل ونسولف وياكم. وهاي طاوتنا اكو ناس يحبون المخلمه بها بتيته واكو ناس لا، حسب رغبه بنين اليوم مخلمه بها بتيته. حتى من تقعد اكو جماعه هواي عندي متابعين الله يحفظهم من الكويت من السعوديه من قطر من العراق وين ما كان، هواي عند ابو عقال محبين الله يستر عليهم يصوروا لي يقولوا لي ابو عقال ترى احنا نذكرك بنقعد نسوي طبخاتنا الحلوه. عندهم هم قيعان وعندهم يقعدون برا خارج البيت، من يقعدون خارج البيت ويطبخون طبخاتهم يذكرون ابو عقال الله يجازيهم الخير. يقولوا ابو عقال ترى احنا نذكرك، خافوا تذكروني. ترى ابو عقال اليوم سوى المخلمه العراقيه مختلفه بيها بوتيته، وهواي جماعه ما يحبون البوتيته بالمخلمه. هسه راح نخلي الدهن. هذا البطل مسوين عليه تخفيضات، سعره ب3 يورو يعني ب9000 دينار ب 10000 دينار عراقي. ذبينا البوتيته والبصل. المتابعين بكثره تقريبا حسبتهم 800 واحد قالوا ابو عقال بيوم اللي زارك ابو ابراهيم، شوفوا اريدكم تصفنون لهاي السالفه، بيوم اللي زارك ابو ابراهيم العراقي، طبعا تحياتي لابو ابراهيم الرجال، بيوم اللي زارك ابو ابراهيم وسالت ابنه انت شو تريد؟ انا بخدمتك كباب شوي مشاوي شو تريد سمك وهاي، والولد قال لك متقصد او ما متقصد؟ قال لك اريد مشاوي، انا سمك ما احبه، اريد كباب اريد جوانح اريد تكه اريد معلاق. قال لي اياهن كلهن. بالعاميه احنا عندنا بالعراق يقول لك الخطار من يجي كل قادم وله كرامه. احنا مجهزين غدانا قبل لا يقول، بس هو حكاها عفويا، بس انا ايش خليتها بعقلي. من صبينا احنا الغداء وتغدى واكل السمك، قال السمك طيب، معناته من قال طيب قنع الوليد، وهو من النوع القنوع ومرتب معدل متربي تربيه حلوه الله يستر عليه. ايش سويت اني؟ ما خليتها يعني مسحتها، قلت له يابا ان شاء الله من تزورون المانيا مره ثانيه راح اسوي لك المشاوي. اليوم بنونه ايش قالت لي؟ قالت لي بس لازم بهذا الفيديو تحكي انت وتاخذ موافقه المتابعين. عيال ابو ابراهيم بعد لهم 3 ايام ويرجعون للعراق. قال بهذا الفيديو، هذا الفيديو باكر ينزل ان شاء الله، يعني اليوم جمعه والصلاه على محمد، باكر سبت ينزل بتوقيت العراق ان شاء الله. قالت من تحكي انت؟ احكي قول للمتابعين نروح البيت ابو ابراهيم نسوي مشاوي الخاطر ليوثي. قلت لهم بعيدين وهم مو هنا مو يمنا، احنا لازم نتعنى لهم. قالت لي مثل ما هم تعنوا لابو عقال لازم ابو عقال يتعنى ليوثي ويسوي له المشاوي. انتم شو تقولون؟ احنا عيالنا ولدنا نسمع كلامهم. انا بالنسبه لي ابنياتي وولادي اسمع كلامهم واخليه هنا فوق راسي، لان اعزاز على ابو عقال ومتربين تربيه حلوه وانتم شفتوهم. من يقول له على شيء ما اقول له لا، ادرسه دراسه زينه واقول له بعدين ابشر. انا قلت البنونه اشوف راي المتابعين، قلت له هسه انت خليك على هذا كلامك وشوف راي المتابعين شو تقولون؟ نجفت بيت ابو ابراهيم ونسوي لهم ناخذ منقلتنا ونسوي لهم مشاوي عراقيه هناك، وتشوفون الفيديو الجاي ينزل ببيت ابو ابراهيم نتعنى لهم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. اليوم بين ساعه طلعت المدرسه؟ الساعة 12 و40 دقيقة. والباص بين ساعه اجى الساعة 1. الوحده.
اذا تذكرون انا حكيت هواي بالفيديوهات السابقه، قلت لهم شكو احتفال عندنا هنا بالمانيا، اكبر احتفال ماكو لا طلقه ولا هورن، ديد ديد طق طق ماكو. اسمع، عندهم مناسبه كبيره واحتفال كرنفال واحتفال كلش كبير، العالم سكرانه، العالم نايمه بالشارع، العالم تدق وترقص، العالم شنو اللي ببالك موجود. فاشن. يعني شنو اللي ببالك موجود. شوف، ما حد له شغله بيك، لا طلقه ولا هورنات ولا ديد ديد ولا بالمولده ولا بالستوته ولا هذا ابو التريلا يدق هورن ولا بالسياره ولا كلها، العالم هدوء تدق وترقص بهذا المكان. احتفال كبير، يعني احتفال منطقه كامله محتفله. اسمع وتسألون نفسكم ليش بالريف العماني يسوون هيك؟ لأن الريف العماني حلو. مثل ما قالت بنين الريف الالماني حلو. لحم مفروم ولحم غنم جبته من سوق العرب، وهذا سوق العرب ما يسوي شيء لله، يسوي شيء العبد الله، يترمى قدامك. شو تشتمين بيه؟ هذا حطيت فوقه شحم؟ شحم؟ لا 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 لا، مال ليه قصدك؟ لا لا، ما اخلي، لان ادري بيش ما تحبينها. نصحك نصيحه. ها. انت هسه يوتيوبر. أي. اوكي. عندك قناه يوتيوب. أي. وجاي تصورين. أي. تحافظين على المحتوى مالتك قد ما تقدرين. ليش؟ المحتوى مالتك، المحتوى الهابط بهذا الوقت يفشل بابا. هاي شنو اكو محتوى هابط؟ طبعا بابا، المحتوى الهابط اسولف لك عنه. اي. اسولف لك. انا راح اسولف لك هذا الك، يعني مستقبلا باكر عقبه تستفادين من عنده. صارت هبطه. لا لا، ما تصير لك هبطه، لان المعدل. اي. المعدل. اي. واللي يمشي بطريقه اي. وما يدور المسلعات. شنو مسلع؟ المسلع. شوف، المسلع يعني المسلعات اللي ما بينحظ، السوالف اللي ما بينحظ. اليوم بنونه من تريد الطش. شنو الطش؟ حلو، انت سألي وانا جاوبك. الطش يعني تشتهر قدام العالم بيوم وليله. أي. يعني اليوم باكر طشت. يعني باكر هواي عالم عرفوا بان هذا يسموه الطش. اوكي. الطشه. الطشه هاي يا بنونه، اكو واحد تلوق له وبزوده جايبها، واكو واحد ما تلوق له تطلع عليه باكر عقبه ويتفشل قدام اهله وناسه والبلد اللي عايش بيه. اي. اليوم من اريدك اني اقول لك بابا، هاي قناتك باكر وعله تحسنين من المحتوى مالتك، وعله ما تحسنين من المحتوى مالتك، شو تسوين انت؟ تبقين على التربيه اللي رباك عليها بعقاب، وتبقين عزيزه نفس من تردين الصاعدين قناتك. اذا اجوك داعمين من هالناس المعدله المحترمه الطيبه، استقبليهم وخليهم على راسك. واذا اجوك من ذول الداعمين الملطلطين يسموهم المحتوى الهابط، اللي يرقص بالشارع، اللي يطلع جسمه، اذا كانت بنيه يطلع جسمها، البنيه المحشومه. البنيه المحشومه ما حد يقول لها انت على عينك حاجب، والبنيه الما محشومه راح ينظرون بقضيتها شلون، يقول لك امها شلون كانت. تفهميني؟ شنو هاي؟ ها، البنيه الما محترمه. ها. من تجيب الكاميرا وتصور. أي. بالتيك توك او باليوتيوب او كان ما يكون، حلو، وتلبس ملابس من هاي المثل اسطوخ، ملابس غير اخلاقيه، ملابس مو حلوه. انت تدرون خوف ما ضم عليكم كل شيء اسولف لكم. هاي الملابس اللي لابسيها ما محشومه. يعني اكو عالم تحب تشوف هاي الشغلات، واكو عالم ما تحب تشوف هاي الشغلات. يعتبرون البنيه المحشومه ما حد يقولها انت شني، والبنيه الما محشومه طالعه ملابسها وخر مري و400 ساعه. ها، بروح ابوك لايكات، بروح ابوك صورني وانا ما ادري، بروح ابوك المهر مالتي هيك والمهر مالتي هيك. هذني يسموهن المحتوى الهابط. راح نخلي طماطه وبعقال دائما لسانه متبر من عده، يشتغل ويسولف. كمان. شوفوا
حطينا الطماطم ونكمل سالفتنا ويا بنونه. نقولها بنونه هذا الحكي لبنيتي، لا حد يكون بعبه ويسولف على ابو عقال، هذا الحكي لبنيتي، لان بنيتي صاحبه محتوى، والمحتوى مالتها الناس تقدره والناس تقيمه. اقول لها بنيتي خاف باكر كل شيء يصير مورديه، القناه لابد يوم من الايام تصعد، الاستمراريه تصعدك، بالمحتوى مالتك تصعدك، بثقافتك وادبك واخلاقك قدام العالم تصعدك، بصدقك ويا العالم تصعدك، بتواضعك لازم تكوني متواضعه. لا احد يقول لي شنو متواضعه؟ شو متواضع؟ المتواضع لازم ما يتكبر على الناس. يعني مو لازم يعني احسن من ابو عقال. عافيه. بهذا الوقت ماكو واحد احسن من واحد، كلهم نفس الشيء. نفس الشيء. ما اريد انا اصير احسن من عندك، لان كل احنا بشر، وشفتوا انتم الله سبحانه وتعالى ما يقصر عباده. المحتوى الهابط ابتعد عن الشغلات السلبيه. بالتيك توك واحد يقلب شفت شغلات سلبيه من الشباب من البنات وهاي، هذا الشيء ما يدخل دماغك عبريه، لا تتعلمين من عنده. اذا تعلمت من عنده في يوم من الايام الله سبحانه وتعالى يستر عليك وتكبرين وتتزوجين ويصير عندك اولاد ويصير عندك عيال من عندك شغلات سلبيه وجاي تشوفين ومتكرره، اولادك راح ينعدون، اولادك راح يصيرون نفس ما انت عندك. اذا انت باقيه نفس ما علمك ابو عقال، معدله وعالزينيه ما تغلطين، معدله وعالزينيه ما تغلطين، وتظلين دوم متواضعه وما تتكبرين. قيمه هسه مثل ابو عقال جابكم بالليل هو بنونه يتسامر وياكم ويسولف وياكم وراواكم الجو الريفي، وطبخنا عشان انا بنونه وقاعد نتعشى وياكم ونقول لكم بويا انتظروا ابو عقال راح اطق البيضات خليكم. يابا والله الصيح تعالوا كلوني معودين، وحقربكم الصيح تعالوا كلوني يابا. وينهم عشاق المخلمه؟ وينهم عشاق المخلمه؟ يا ابوي هاي ملحه. حتى تغزر البنونه حتى ما ترم علينا نص الليل. يلا هسه راح نطق البيضات يا ابوي، نطق البيضات والله كريم. يابا شلون مخلمه يا ابويا. بس ايش نقول لكم؟ نقول لكم تدير البيض بسم الله الرحمن الرحيم، وهسه نغطيه. يابا بويا اللي ما يشتهي من ايد ابو عقال بويا. هسه نقلبها شويه على ما تذب روحها، هي ذبت روحها بس تصيح تعالوا كلوني. وين الخبزه المقسبه هسه؟ ويلي هسه نديرها. يابا الصيح تعالوا ولكم وينكم يا اهل الرحم، دلوني بالمخلمه دلوني، وخدتوا برديه بعد الروح دلوني. وهاي هنا نلفها بعد الروح، خليها شويه تقسم. يلا ظل هيك واقفه. وهاي شويه كزبره، وهاي ليمونه. بنونه سفره بابا، سفره بسرعه. ابويا ذا نقسبن. اي بعد قلبه. اي حطيها هنا، حطيها. لا كبريها شوي، كبريها حتى تصير قاعده حلوه. انا ما اعرف ايش اسوي. بعد شويه مديها هناك. هاي القعده الحلوه. هاي الصينيه قدامك، وذني خبزاتنا قدامنا. بعد ايش تردي؟ بعتهن شلون بعتهن؟ هاي مقسمه ابوي، هاي ابوي تقوم تقرط. اي لازم تقرط. تقرط لا تقرط؟ تقرط. خرب حظي. تقرط هيك. هذا يصير شبل. ويلي على مو ابويا ويلي، مو مخلمه. يقول لك ليش تجيب وياك كزبره؟ هاي كزبره تخلي لك عطر بالاكله رهيبه. ابو عقال هلا هاك انا كره تذوقي بعد. يلا بسم الله.
لما ابويا ويلي. ومو بالزينه. ها. الف. الف. الف زينه. وشوفوا هاي الاكله الدسمه، والله العظيم انا احبها الصبح، بس هاي ترمت علي. شبث. هذا ليمون، انا احب اكله هو وقشره، ما عاد اكو غيري ياكلونه عليك. ايش يسوون؟ اكو غيري ايش يسوون؟ ابو عقال هيك. اخ ما اقدر. هاي روبه. شلون روبه؟ يابا مال هوش. بدي اقدم نصيحة، نصيحة للجيل الطيب. شوف الجيل اللي يحب ابو عقاب، من ال4 سنين احبه لل25، هذا جيل. راح يقولوا لي ليش من ال4 سنين لل25 سنة؟ لان اني قاعد يدزوا لي فيديوهات ابو ال4 سنين وابو ال6 سنين وابو ال10 سنين جاي يتابع ابو عقال يخلي مخدته وينتكي. شلون الزلمه الكبير يخلي المخده مالته وينتكي ويباوع لابو عقال. شو سوليف؟ شو دربه من سواليف؟ ابو عقال يسولف لك يقول لك انتم جاي تكتبون لابو عقال على الانستغرام تدلوا له ابو عقال. اريد نسالك، هاي ليله تمس راحت، شنو رايك انت بهاي الناس سجلوا اساميها وراح يسوون القاء القبض على فلان وفلان 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 وفلان؟ اول شيء ابو عقال الله يهدينا جميعا. ابو عقال يقول الله يهدينا جميعا، اني وبنتي والمصور وانت اللي جاي شاهدنا، الله يهدينا وسبحان ما يغلط. بس اقول لك انت من تغلط لازم تعرف انت تحسب حساب قبل لا تغلط. اللي يريد يسوي قناة حاول تكون صانع محتوى على طيبة قلبك، مو شرط تنفعل ومو شرط تريد تطشش نفسك بنفس اللحظة، لا، الخير جاي. ما طول انت تتوكل على الله وتقول توكلنا عليك يا رب العباد ما تحزن طول حياتك. سوي لك قناة. اللي جاي يكتبون وياي ابو عقال شنو تنصحنا نريد نسوي قناه وهذا وهبطونا، ذولاك عندهم محتوى هابط ما له شغله بيهم. انت ليش تنقل من عندهم؟ انت ليش تنقل من عندهم وليش تنقل من ابو عقال؟ اليوم ابو عقال عنده محتوى خاص بيه. المحتوى مالت ابو عقال بحكيه، بسوالفه، بضحكته، بعمله، بكل شيء، هذا محتواي خاص بيه. من اشوف واحد يقلدني ما راح اقول له شيء، بس ما راح يجيد النقل شلون ينقل من عندي. اكو واحد على طبيعته وعلى فطرته وعلى نيته، واكو واحد يتصنع. انا ما اتصنع، بعيدين عن التصنع. يقول لك ابو عقال باشر بالقناه ونزل واصنع محتوى، اصنع. فكر قبل لا تنزل الفيديو، فكر شنو المحتوى اللي تسويه. يا بعد الروح والريه انت اللي مفكر تسوي لك محتوى وتسال ابو عقال، خليك بعيد عن المحتوى الهابط. اكمل عشاي اني واخليكم وياي واخليكم بالليل تشوفون شلون ابو عقال يفلش الخيمه وياخذ الاهل ويكون في مال الله. انا لما عين هنا خليه هيك حلو. اوكي هسه طلع هذا الصوبه. وين تدرين تحطين الصوبه هنا؟ اذا تحطين الصوبه تحترق هاي. عافيه.
لهنا اصدقائنا انتهى الفيديو، ومثل ما شفتوا اليوم صورنا لكم بالليل. اليوم خيمناكم بالليل نحكي بصوت عالي، لان هاي الحفله مو عبالك بنص المدينه، عبالك هنا يمنا صوت عالي، صوت بارتي يسوون دق ورقص وبعقال. ينهي الفيديو وياكم ونقول لكم انتظرونا فيديو جاي، وكتبوا لي لا تنسون نروح نسوي مشاوي عراقيه اللي يوثي لو ما نسوي، بس فضل وليس امر. لازم شو يسوون؟ لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. يا بعد قلبي جرس. باي باي باي، تصبحون على خير. قلنا لكم باي باي، بس انتظروا خليكم بالتصوير نصور كل شيء بس ما نحكي وياكم لان نقضي من هناك بابا. هاي صوبه نرجع عليها مره ثانيه. يلا